أنا سمعت مسميات كتيرة جدا لعمليات التكميم ومحتار أختار أي نوع عملية تكميم. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بألف خير. طبعا في الوقت الحالي في مسميات كتيرة جدا لعمليات التكميم لدرجة إن المريض نفسه اتلخبط يختار أي نوع عملية. فاحنا بنطمنكم إن عملية التكميم هي عملية قص طولي للمعدة، إن احنا بنستأصل 80% من حجم المعدة وبنستأصل قبة المعدة. ولكن أي تغيير تاني بيبقى لزيادة الأمان أو لتقليل حجم الجروح. بمعنى إيه؟ عشان نزود الأمان داخل العملية بنعمل حاجة اسمها التكميم المغلف، إن احنا بنغلف كل خط الدبابيس مع منديل البطن عشان نثبت المعدة ما يحصلش فيها التواءات وما يحصلش تسريب أو نزيف. أو إن احنا بنصغر حجم الجروح نفسها زي التكميم البيكيني أو التكميم النانو عشان نقلل فترة النقاهة بعد العملية والمريض يقدر يرجع حياته بصورة طبيعية. أو إن إحنا نحط حلقة على الجزء العلوي من المعدة عشان نمنع تمدد المعدة بعد كده. فكل أنواع التكميم في الآخر هي قص طولي للمعدة، ولكن مع اختلاف حجم الجروح أو مع اختلاف وسائل الأمان اللي إحنا بنستخدمها داخل العملية عشان دايما نكونوا في تطور مستمر ونوصل لأعلى معدلات الأمان. فدايما سيب الاختيار للجراح، اختار الجراح كويس وبعد كده سيبه يختار نوع العملية المناسبة لحالتك. شكرا جزيلا لحضرتك.